لو عملتوها بالطريقة اللي انا بعملها دي اكيد اللي ما بيحبهاش هيحبها ويموت فيها كمان. هنعمل بصارة بطريقة تحفة مفيدة جدا، ومن اكلات اخر الشهر الاقتصادية. يلا خليكم معايا لاخر الفيديو، واشتراك في القناة ومتابعة على الصفحة ولايك وكومنتات وشير كتير، ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. انا معايا فول مدشوش غسلاه كويس جدا بس مش نقعاه. تمام. في قلب حلة هنزل ببصلاية متوسطة الحجم، وده نص كيلو فول مدشوش. اشيل الحتة الصفرة دي اللي في البصلة، اقطعها كده قطع صغيرة، وفلفلاية خضرة بتفرق في الطعم وبتخليه لذيذ جدا، و3 فصوص توم مفرومين او ممكن سليم عادي، وخضرة كزبرة على شبت على بقدونس. انا طبعا مخزنة فحطيت. حطوا حزمة صغيرة في قلب الحلة كده، ومية تغطوا بيها الجمال ده. تمام. ودي تقليبة اول ما يغلي كده، ولو محتاج مية عشان يكمل سوا هديله مية. تمام كده. لحد كده الدنيا تمام. ادي تقليبة كمان واسيبها تكمل سوا. طاسة بقى على النار هنزل فيها تقريبا شوية زيت، يعني بتاع نص كوباية زيت. وده بصل انا مقطعاه جوانح كده زي ما انتوا شايفين. هشوحه وحمره زي تقلية الكشري بالظبط. شوية ملح، وبعد كده هضيف اضافة كده بتخلي البصل المرشوش على وش البصارة تحفة. بحط بتاع 4 أو 5 فصوص توم مفروم، اديله تشويحة مع البصلة بعد ما بتتحمر، بيبقى طعمه رائع. كده الفول بتاعنا استوى زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنزل بالزيت بتاع البصل بتاعنا اللي انا صفيته، واحط الملح بتاعنا، شوية كزبرة، شوية نعناع وده اساسي، وكمون. بس اوعوا تنسوا نص معلقة النعناع ده، وبالهاند بلندر او في الخلاط عادي براحتك بقى. خلصنا كده ارفعه تاني على النار، اديله تقليبة، بيبقى عامل زي البشاميل كده، مجرد ما يفور من الجناب اطفي عليه. اهو ابتدى كده معانا. سهل جدا مفيهوش اي شغلانه. خلصنا طفينا عليه. يلا بقى نقدمه في اطباق التقديم بتاعتنا. سهل جدا وريحته تجنن والطعم كان رائع. على فكرة انا كان معانا حد وهو بياكل معانا ما كانش بيحبها، وكنا عاملين له اكل تاني نسفها. بسم الله ما شاء الله عجبته جدا. بعد ما غرفنا الاطباق بتاعتنا انزل بقى بالبصل على التوم بتاعنا التحفة ده، مقرمش وجميل. جنب بقى بتنجانة مخللة، طماطمايه مخللة، شوية جرجير، شوية مخلل، عيش كده من بتاع الطابونة التحفة المفقع بتاعنا. أكلة جميلة وتحفة. ألف هنا وشفا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.